السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن خرج الأخضر بلومي في تصريحات خاصة بها موقع العربي الجديد عن استدعاء ابنه من طرف بالماضي إلى قائمة المنتخب الوطني الجزائري، حيث قال: أشعر بالفخر والاعتزاز بعد رؤية ابني ضمن قائمة المنتخب الجزائري الأول، إلى جانب لاعبين كبار وإلى جانب قدوته رياض محرز. سعادتي لا توصف بهذه المكافأة التي شرفه بها المدرب جمال بالماضي، وآمل أن يكون ابني عند مستوى هذه الثقة. وأكد أسطورة كرة القدم الجزائرية بأن ابنه ضحى كثيراً وفضل الذهاب إلى أوروبا والانطلاق من الصفر، مضيفاً بأن تضحياته لم تذهب سدى، بدليل فرض نفسه في تشكيلة فريقه البرتغالي على حد تعبيره. وتابع الأخضر بلومي قائلاً: بعد البداية مع الرديف أتته دعوة المنتخب الأول، يتوجب عليه أن يضحي أكثر وأكثر في سبيل الاستمرار مع الفريق، لأن الوصول للقمة سهل، ولكن أن تحافظ على المكسب صعب للغاية. حظ موفق للبشير ولكل زملائه الباحثين عن تشريف الراية الوطنية. وهنا أعزائي المشاهدين شاركونا أنتم بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.